حفلة من اللي قلبك يحبها على الكابتن حسام حسن، تعال اسمع كده. طيب، هو الجزء اللي جالنا من الوكاله خاص بتصريحات الكابتن حسام مختصره مقتضبه قوي. انا عندي التصريحات يعني هقولها بسرعه كده عشان لينا تعليق عليها. يعني قال زي ما سمعنا المنتخب السنغال ما كانش عنده فرص حقيقيه وكذا وكذا، وما فيش فرص والهدف بالصدفه وكده. وقال انا فخور بفريقي وما قدمناه وشرفنا مصر والكلام ده كله. وقال لم يكن عدلا ان نسافر لمدينه اخرى في وقت قصير ونلعب ضد السنغال في نفس الملعب اللي بيلعبوا عليه من اول البطوله، ولا ألجأ للاعذار. التصريحات دي بتضحكني، بيقولك احنا شرفنا مصر. احيه يا جدعان، بجد احيه. البطوله ولا ألجأ للاعذار. وقال تخيلوا منتخب السنغال لم يغير النومه ولا السرير، عكس نجوم مصر الذين غيروا كل شيء. وقال اي اخطاء انا اللي بتحملها. وقال لن اتحدث عما حدث في الملعب والهتافات منذ نزولنا، وابلغت اللاعبين تجاهل الامر والتركيز في الملعب. نحن من عرب افريقيا ومصر كبيره وهي ام العرب وام افريقيا بالتاريخ وكذا وكذا. وقال هل شاهدتم في اي نصف نهائي حصول لاعب على بطاقه صفراء في اول دقيقتين من خطأ طبيعي؟ وعلى العكس عندما ذهب عمر مرموش بانفراد حصل لاعب المنافس اللي هو كوليبالي على بطاقه صفراء وليست طرد. للاسف نحن بعيدون عن العداله حتى الان، وكان هناك اشخاص لا يرغبون في تواجدنا بالمباراه النهائيه ومعروفين للجميع، وابلغت اللاعبين بذلك. دي ابرز تصريحات. انا بس مساله انه هو سافر من بلد لبلد. نيجيريا اللي لعبت النهارده برضو احنا بنقول واقع يعني. يعني احنا سافرنا سفريه واحده، هم سافروا سفريتين. نيجيريا اللي لعبت ضربات جزاء واتغلبت في اخر ضربه جزاء بعد وقت اضافي. يعني نيجيريا كان ماتشاتها في المجموعه في مدينه فاس، وبعدين من فاس اتنقلت لمراكش في دور الثمانيه. لا هو مش حجه. وبعدين من مراكش للرباط في دور الاربعه. حته السفر والكلام دوت مش ما هوش مبرر طيب. لسوء اداء او حسن اداء. لا الحاجه الثانيه اللي عايزك برضو تعلقوا لي عليها، هي ليه وفقا للكلام من الهتافات الجماهير كانت ضد المنتخب؟ هل الكابتن حسام الموقف اللي اياه اللي فسر غلط زي ما هو قال، الناس فهموا انه ده هجوم على الجمهور المغربي مثلا فاتقلبوا علينا؟ ولا هل حد عنده رأي في الحته دي او رد؟ انا كابتن في الحته في الاقامه او الانتقال دي. ده انت معاك جدول من قبل ما تسافر، دي بالقرعه. ما انا بقول لك معاك الجدول بتاعك. يعني ما وانت تبقى مستعد لحاجه زي دي. يعني بلاش الف حجه يا كابتن حسام، بلاش تطلع الف مبرر يا كابتن حسام. قول ان انت وحش يا كابتن حسام، قول ان انت مالكش في التدريب يا كابتن حسام. ده انت معاك جدول من قبل ما تسافر، دي بالقرعه. ما انا بقول لك معاك الجدول بتاعك. يعني ما وانت تبقى مستعد لحاجه زي دي. دي بالقرعه بالظبط، دي بالقرعه. انا في النقطه الثانيه، حسام طبعا كل الناس بتسنده، يعني حتى لو في ضغط عليه او بتاع كل الناس بتسنده. مصر يا كابتن. طبعا انت كل الناس بتسنده، كل الناس بتسنده. طبعا انا شايف احنا عملنا ماتشات كويسه ممكن مقنعه، وعملنا ماتشات مش مقنعه، وكنا في مجموعه ممكن كانت ضعيفه شويه، ودي ممكن اللي ما خلتش الاداء يرتقي لمستوى اعلى. نعم. ان انت تلعب مع فرق انت اقوى منها، وانت اقوى فرقه في المجموعه لغايه ما وصلت دور الثمانيه وانت بالورقه والقلم انت اقوى واحد. نعم. هو بيتكلم الراجل محترم جدا المدرب بتاعهم، ان هو شكر في منتخب مصر وفي تاريخ الكره المصريه، كل ده كويس جدا. نعم. لكن انا بتكلم النهارده على البطل. النهارده حسام كان نفسه يحقق حته ان هو يبقى موجود ويعمل بطوله، وده حقه. والنهارده الفرقه كلنا كنا نتمنى. والفرقه النهارده يعني كان عندها مشكله. يعني دي ما هو اي واحد بيتعرض كمدرب ان الفرقه تبقى عندها مشكله. النهارده كان عنده مشكله ان الطريقه اللي لعب بيها مش مناسبه لامكانيات الفرقه الثانيه. انت طوال المباراه، ما انا باجي اقول انا يعني ايه يا كابتن؟ دي مش فاهم. يعني انت لعبت بطريقه النهارده مش مناسبه للفرقه الثانيه. لا للفرقه الثانيه. يعني انت عايز تستحوذ على نص الملعب ما عرفتش، عايز على الاطراف ما عرفتش، تلعب الكره، تنقل الكره في نص ملعبه وبتلعب على المرتده ما عرفتش. ايوه كل ده بسبب الطريقه يعني.